البطولة الحلالة اهي، البطولة الحلالة اهي، اهم ابطال الكاس اهم. انت شايف اللي انا شايفه يا شيكا؟ شايف ايه يا فتوح؟ في واحد واقف في اخر دور في برج القاهرة، شكله كده راح ينتحر. استنى كده، ده شكل الواد زيزو. كل الطرق تؤدي إلى برج القاهرة، كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة. يا زيزو ما تعملش في نفسك كده يا زيزو، احنا مسامحينك يا زيزو، انزل يا زيزو ما تنتحرش. انزل يا زيزو، النادي عايزك يا زيزو، انزل يا زيزو ما تسيبناش يا زيزو. كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة، كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة. زيزو أهلاوي. انت سامع اللي انا سامع يا فتوح؟ الواد زيزو انضم للاهلي يا فتوح. عملها الواطي، وانا اللي فاكره طالع ينتحر عشان مش بيلعب معانا في الزمالك. طب خسارة في الميدالية اللي احنا لسه جايبينها دي دلوقتي. كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة، كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة. زيزو أهلاوي. انت سامع اللي انا سامع يا فتوح؟ الواد زيزو انضم للاهلي يا فتوح. عملها بقى الواطي. كده يا زيزو تسيب النادي اللي شهرك وخلاك نجم من نجوم مصر. انا غلطاني اني ما عملتش معاك زي مستشار ما كان بيعمل مع لعيبه الزمالك. المستشار كان بيعمل ايه تاني يا كابتن حسين؟ ما كانش حد بياخد مرتبه، وفي نفس الوقت ما حدش كان بيشتكي، واللي كان بيشتكي المستشار كان بيعمل معاك جلاش. تيمة قلبك دي هي اللي مضيعه النادي يا كابتن حسين. وبعدين زيزو بقى عنده 30 سنه دلوقتي، مش هيفيد النادي تاني، والفلوس اللي كان هياخدها يديها 3 4 لعيبه عندهم 22 سنه يفيدونا 10 سنين ولا 15 سنه قدام كمان. لو اعرف مين اللي لعب في دماغك وخلاك تروح الاهلي ما كان ماشي كويس معانا. وايه اللي حصل له بالظبط؟ اكيد الواد امام هو اللي كلمه وكلم بن شرقي. التليفونات هي اللي مبوظه الدنيا يا كابتن حسين، ده يكلم ده وده يكلم ده، بيتفقوا من ورانا بالليل يا كابتن حسين. وهتبص هتلاقي خلوا الواد فتوح والونش ودونجا، ومش هتلاقيه بعد كده ولا لاعب في النادي.